عاجل. الآن في تحول مفاجئ اليوم. إسرائيلية تهدد الجزائر بعد إيران، ويقولون بأن الهدف القادم لإسرائيل بعد إيران هو الجزائر. لماذا الجزائر؟ بكل تأكيد أن الجزائر صارت كابوسا مزعجا للكيان الصهيوني. الجزائر المساند القوي للقضية الفلسطينية صارت مزعجة للصهاينة. بكل تأكيد هناك أسباب، لكن طبعا هم لا يعرفون أو لا يدركون جيدا أنهم إذا اقتربوا من الجزائر فإن الشعب الجزائري. وش راح صاري؟ إسرائيل تهدد الجزائر بعد إيران؟ وش ولات الجزائر الهدف القادم فعلا؟ هل فعلا الكيان الصهيوني حاط الجزائر في اللائحة بعد إيران؟ بعد إيران العيون الإسرائيلية تتجه نحو الجزائر. تصريحات نارية من تل أبيب تهدد الجزائر بشكل مباشر. هل الجزائر فعلا أصبحت الهدف القادم بعد طهران؟ الجزائر ترد بصمت مزلزل، كابوس يطارد الكيان الصهيوني. في الأيام الأخيرة خرجت تصريحات من مسؤولين إسرائيليين تلمح إلى أن الهدف القادم بعد إيران هو الجزائر، والسبب بسيط لكن عميق. الجزائر ولات كابوس حقيقي لإسرائيل بمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع، ويدعون إلى تغييره. وهذا يعني قمة الوقاحة في التدخل في شأن دولة مستقلة. هو الذي قاد الرئيس تبون الحوار الوطني الفلسطيني، ونفس الشيء كذلك دعم الجزائر للقضية الفلسطينية هذا من زمان وليس منذ الآن. يعني هواري بومدين قالها من زمان، يعني الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهذا الشعار بقي حيا إلى اليوم وسيبقى إلى يوم يبعثون. دائما التسريبات الصحفية الإسرائيلية وتصريحات بعض القادة الصهاينة هنا طبعا هي تحاول توجيه الرأي العام نحو مسألتين رئيسيتين. الجزائر باعتبارها قوة إقليمية وقوة عسكرية كذلك، الصحف الإسرائيلية تتحدث على أن الجزائر صارت القوة الثانية في إفريقيا، تمتلك يعني قوة بحرية معتبرة، غواصات وما شابه ذلك. نفس الشيء قوة جوية متعددة كذلك، اقتصاد يعني نفس الشيء كذلك ينمو بسرعة ومستقر تقريبا. الجزائر تعيش استقرار جيد وخاصة الجزائر ما تخافش من تهديدات لا إسرائيلية ولا غيرها. هذا الشعب واقف والتاريخ شاهد. وش رأيكم؟ هل فعلا إسرائيل تقدر تواجه الجزائر؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات واضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا باش توصلكم التحليلات أول بأول.